السلام عليكم، شو اخباركم؟ اليوم وياكم واحد بايق قناة ماسوني، يعني مو ماسوني الاصلي من هسقلكم. يعني حاب اقولكم ما راح ارجع قناتي الا لما توصلون 500 مشترك. انا علي قلت توصلون 500 مشترك ارجع القناة، ما توصلوها والله عباس اسكت لهنا. بعد اذا تخافون على الولد وسطوا، ما تخافون بكيفكم، بعد هاي بغت يمكم، انا ما راح يطب جيبي شي. السلام عليكم شباب، ما عليكم شباب، هذا الادب سز بس. يعني هو انا ثاق بكم راح توصلوني 500 مشترك و50 يعني ثاق بكم راح توصلون 500 مشترك وانكت لو نطيح. هذا شو مو صحيح والله، يعني احس روحي يجي احكي ارجع اعطي من اسوي هيك. المهم شباب، اليوم موضوعنا يعني فلاشي خنفاشي تراشي هاي ما ادري شنو. المهم ليش المحتوى العراقي قبل كان اسطوري وهسه بح؟ لا والله صدق، يعني ليش المحتوى العراقي صار بح؟ يعني انا الصراحة اشوف قبل من كان مثلا بالساحة ما ادري طاشين جاش 9 طاشين، يعني اللي كان محتواهم حلو. يعني تقريبا مشيت اتابعهم كانت عمري 10 سنوات، يعني قبل 5 سنوات 4 هيك. يعني كان بالساحة علي مرجاني، بيجي امين حسين، مصطفى جيموفر، مرتضى الرضاوي، بيتر، هذول يعني اليوتيوبر العمالقة. ما ننسى جد الشايب، جد اليوتيوبر كلهم كانوا يا فروسي، بس فروسي بعرها بعد راحوا يهاروني. يعني يوتيوب العراق انتهى من بداية لعبة بابجي. هي لعبة ما بيها شي، بس المجتمع اللي كانوا ينزلون عليها مجتمع زربة الصراحة. لان انا صراحة كنت اتابع قبل الناس تلعب ببجي وكنت استمتع، بس يعني دخلوا بعد بيها وتعمقوا بهذا الشي وباللعبة، وعبالهم فشي حلو من يسوون دراما ويتعارك وحسسني طاب مرجله من ابن سوريا يتحدى احمد البيات، نزل لي شو اسمه هذا، ايش يسمونه هذا، مستودع، المهم ما اعرف شو اسمه، فقل له تحداني وانزل لك. يعني صارت اللعبة بيد زعاطيط، تقول لي انت زعطوط وهمك بابا، انت شايف عقليتهم من عمل الله. والله انا اتمنى ابن سوريا عنده مثل عقليتي. المهم شباب، يعني هم دخلوا ذولا خربوا المحتوى. يعني قبل كان علي المرجاني يلعبها بيويلز، وهي كانت اللعبة ما معروفة وما حد يحبها، بس انت من تتابع المقطع راح تستمتع، يعني سبحان الله. طبعا المعلومية انت من تتكلم مع متابعينك لازم تحكي بأريحية، لا تقعد تصنع اكلك بالقندرة. المهم يعني كان محتوى فتشي خرافي، كلها كانت تتابع. الله شاهد، كنت استمتع بذيك الايام. كان سيرفر عراقي كرافت وهذا يفجر بيت هذا، مو هذا صار تعال انزل لي مستودع واربعة منك واربعة مني. ايش هيك بالسوري ليش؟ يعني تذكرت من مصطفى جيم اوفر سوى مقلب، نسيت شو اسمه، مو هذا السوري مدري اللبناني، سوى بيه مقلب وخرب محله. المهم يعني صدق كانت ايام حلوة. هسه دخلوا جماعة البورتشي بابايل، اي اللعبة كانت حلوة وانا كنت العبها شنو، يعني والله العظيم كانت من ايام جميلة لحد 2000 هي بدا يعني نهاية 2019 خربت اللعبة. يعني والله صراحة كنت احبها انا بشكل قوي. خلصت 2019 زربوا باللعبة، حرفيا زربوا باللعبة. يعني بدأت 2020 واللعبة سحق انا وياها هم سحق، ما شفت العبها بيجي على الواسع يا جماعتي. يعني يجيك هذا يشتري بكلمة، هذا يجيك سامي عفطة يطقك زيج. يعني شفتوا وين المجتمع العراقي البورج بابجي، عباس حلو هاي مال بورج بابجي. فيعني شفتوهم وين وصلوا. انا اللي علي قلي شباب، انتوا شفتوا بعينكم المحتوى العراقي قبل وين كان وهسه وين صار. يعني وين مال علي مرجاني ينزل هابي ويص، واحنا ما نحب اللعبة ونحب المقطع. يعني شلون اوصف لكم المحتوى شلون كان؟ مثلا انت تتابع واحد مو على اللعبة اللي يلعبها انت تتابعه محبة بالشخص، لا، من نزلت ببجي العالم قامت تتابعهم لان محبة باللعبة. ومن اساطير الببجي الصراحة، يعني من اساطير زي الجيارة احبهم والله. انا صرت محترف من ورا، ولا ما كنت تلعب نص السيزون الاول، بس يعني حبيب الله، بس هو كلش فادني الصراحة. وما ادري يعني احس هيجي يوتيوب صار مقزز، ما ادري يعني، لان كنت يعني ايام قبل 5 سنوات ذكريات احسها ايام حلوة لو هيك، ما ادري يعني هيك شعور ما ادري شلون. كلها تركت يعني ما ادري. المهم فراح اترككم يا لقطات حزينة جدا جدا، راح تشوفون المقطع. اذا ما اجتكم ذكريات من هاي الابانية واللي تخبل، انا كل ما افتهم. بس اللي عليك ارفع الصوت، استمتع بالاغنية وباوع الفيديو. السلام عليكم، شلون اخباركم؟ ياكم مصطفى وسرار التركي. اهلا هلا.
سبونر ثاني والله سبونرين حمود هلا 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 هلا. ايوه. شو واحد يوقع حبيبي يابا والله دزيت اجيب صمون. يلا روح انت اللي روح اقول لك روح جيب هالمره جبنا الجبن انت تجيب لنا بيض اشيلك انت تعال حبيبي روح معهم يشعلوا هسه حبيبي وجوه. فوكي شباب، هنا وصلنا نهاية الفيديو. اتمنى الفيديو كان نص حزين نص يونس انا موجود. وهنا وصلنا نهاية الحلقة. لا تنسوا لايك واشتراك اللي يجينا هذا بقناتي مرة ثانية. وصلنا 50 مشترك، هم قد 50 مشترك. مع السلامة.